جه لمنطقة الملاحات ومعاه 4 من ولاده، ولد و3 بنات أعمارهم تتراوح ما بين 13 لحد 16 سنة. رجع من غيرهم. لما أخته حست بقلق هنا وتوتر وسألته، قال لها بمنتهى البرود إن هو أجر شقة، لكن الغريب إن يسيب ابنه الأخير عند أخته. فاهم؟ يعني اللي ياخدهم كلهم، لا يسيبهم كلهم. الأكتر رعب إنه اتخلص من ولاده ال4 في منطقة الملاحات. اللي حصل، كشفت التحريات إن ولاده كانوا بيساعدوه في بيع الفول، لكن الأسباب اللي وصلته للحالة دي كانت خلافات كبيرة مع زوجته بدأت سنة 2023، والخلافات دي كانت بسبب ممالي ضخمة جدا كان عليه ديون متراكمة وصلت لمبلغ خلى حياته كلها ضغط ومطاردة مستمرة من مين؟ من الناس اللي لها فلوس، وخلت الضغوطات عليه تتضاعف أكتر. فقد السيطرة وفقد العقل، خاصة مع قرب ولادة مراته التانية خلاص على وشك الولادة. في نفس الوقت ده سبق ودفن مراته وهي على قيد الحياة، لكن أخوه جه وخرجها وتصالحوا ورجعت بعديها عادي. لكن للأسف خلص عليها من حوالي شهر. خد ولاده ال5 واستقر عند أخته لحد يوم الحادثة. بينت التحقيقات إن الأب حاول في البداية إن يرمي ولاده قدام أي عجلات قطر ال4 عند أي مزلقان، لكن كان في ناس كتير قوي، وطبعا لو فكر يعمل مع حد واحد بس كده الناس هتمنعه. لكن لما خدوا من الملاحات وفي مشهد مأساوي، قام الأب بخنق أطفاله ال4 واحد ورا واحد. تجاهل صراخات بنته الكبيرة وتوصلها للمرير إنه يسيبهم. يردد وقتها كلمة ملهاش أي معنى: انتوا ملكوش حياة في الدنيا الظلمة دي.